بسم الله الرحمن الرحيم. بيان من الديوان الملكي. ببالغ الأسى والحزن ينعي الديوان الملكي باسم صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير عبد الله بن عبد العزيز وكافة أفراد الأسرة، ونيابة عن الأمة، خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز، حيث وافته المنية بعد مرض عانى منه. إنا لله وإنا إليه راجعون. تغمد الله خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بسابغ رحمته وغفرانه، وأسكنه فسيح جناته، وخلفه في هذه الأمة بتمسكها بعرى دينها القويم، وحفظها به، وجزاه الله عن الإسلام وهذه الأمة وأمة الإسلام عامة خير الجزاء. وقد تقرر الصلاة على خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز يوم غد الثلاثاء بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض، ولله الأمر من قبل ومن بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. بيان من الديوان الملكي. لقد قام أفراد الأسرة بمبايعة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير عبد الله بن عبد العزيز ملكا على البلاد وفق المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم. وبعد إتمام البيعة أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية اختيار صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز وليا للعهد حسب المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم، وقد بايع أفراد الأسرة سموه على ذلك. وستبدأ البيعة من المواطنين لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ولسمو ولي عهده الأمير سلطان بن عبد العزيز بقصر الحكم في الرياض بعد غد الأربعاء بعد صلاة الظهر بمشيئة الله.